عليكم، كي دايرين؟ لاباس؟ نتمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير، ورجعت لكم بحلقه جديده. وقبل ما نبدا الحلقه ديال اليوم بغيت نوجه واحد الشكر لجوج بنيتات، بنات خالتي راويه وضحى. راويه صايبات لي الانترو اللي شفتو جديد، وضحى صايبات لي التصويره اللي بدلتها هي في يوتيوب. بغيت نقول لكم بيزوات كبارين ليكم. دابا نبداو الحلقه ديالنا، وكيف العاده ما تنساوش ليا جيم وكومونتير وصيفطوا هاد الحلقه لصحابكم والناس اللي كتعرفوا، هكا باش نكبروا القناه ديالنا اكثر، وهكا باش يتعرفوا على ناس واحد اخرين. ونبداو على بركه الله. قصتنا ديال اليوم من الجزائر، وبالضبط من ولايه بسكره. غادي ندوزو لواحد العائله، عائله صالحي، لعائله جد عاديه، ما عندهمش مع الصداع، ما عندهمش مع المشاكل، ناس عايشين في التقار وكي كنقولوا في جنب الحيط. في 1994 غادي تزاد عندهم واحد البنيته وغادي يسميوها عبير. عبير الصالحي هي البطله ديال القصه ديالنا اليوم. هاد البنيته هذه عبير كانت بنيته مؤدبه ومخلقه، وتا هي داخله سوق راسها، وعزيز عليها تقرا، وكانت كتقرا مزيان. كانت الامنيه ديالها انها تكون معلمه في المستقبل. انا عندي التصويره ديال عبير غادي نحطها لكم تشوفوها، ولكن ما غاديش نبين الملامح ديالها احتراما العائله ديالها، حيت الاخ ديالها كان قال ما بغاش التصاور ديال اختو يبقاو يتبارطاجاو، فانا احتراما للرغبه ديال الاخ ديالها ما بغيتش نوري التصويره ديالها. عبير كبرات وصلت للباك وخدات الباك ديالها، وحيت هي كانت راسمه المستقبل ديالها وعارفه فين باغا تمشي وفين باغا تجي، فدخلت للجامعه، جامعه محمد خيضر بسكره، حيت كي قلت لكم هي راسمه المستقبل ديالها، عارفه راسها شنو باغا دير. دارت تخصص فرنسي، وكانت الجامعه قريبه من الدار، ما بعيداش بزاف، تقريبا واحد 10 دقائق باش كتوصل ليها، فكانت كتمشي وكتجي غير على رجليها. بقات عبير كتقرا في الجامعه حتى وصلت للتخوازيام اني، وكان في العمر ديالها ديك الساعه 24 عام. وفي واحد النهار، وبالضبط 26 فبراير 2018، غادي يكون واحد النهار ماشي عادي عند عبير وعند العائله ديالها. عبير ملي فطرات وخرجت مشات للجامعه، ما رجعاتش في الوقت اللي موالفه كترجع فيه. في العائله ديالها هنا تقلقوا عليها شويه، وقالوا ربما راه بقات مع صحاباتها، تعطلات معاهم، بقات كتهضر معاهم وخداها الوقت، ما دات ما جابت في الوقت، صافي تعطلات. بقاو كيتسناو، دات ساعه، ساعتين، 3 سوايع، عبير ما بانتش. العائله ديالها بداو كيتصلوا بها، ولكن ما كتجاوبش عبير. والغريب في الامر ان عبير كانت موالفه دائما كتجاوب، فيما كيصونيو عليها كتجاوب، ولكن هاد المره ما كانتش كتجاوب. فهنا عائلتها تخلعوا عليها مزيان. واخا هكاك بقاو صابرين حتى طاح الظلام. ملي طاح الظلام وعبير ما جاتش، هنا علموا البوليس. ملي علموهم البوليس قالوا ليهم ما يمكنش نديروا حنا شي اجراء قانوني لو بديتاش باقي ما دازش 24 ساعه على الاختفاء ديال عبير. سيروا حتى توصل 24 ساعه، ولا حتى دوز 24 ساعه على الاختفاء ديالها، عاد تقدروا ديك الساعه ديروا بلاغ على الاختفاء ديالها. واحد القضيه بغيت غير نعرف شنو هو المغزى من هاد 24 ساعه باش عاد نقدروا نقلبوا على شي واحد اللي تختفى. انا في نظري انا كنقول وجهه النظر ديالي، الواحد اللي تختفى في ديك 24 ساعه الاولى هي فين نقدروا نلقاو داك الشخص المختفي، سواء حي او لا وقع عليه شي حاجه نقدروا نقدوه الا كانت وقع عليه شي حاجه. ولكن الا دازت 24 ساعه، راه كل ما طول الوقت كل ما كتكون الاحتماليه كبيره ان داك الشخص اللي كنقلبوا عليه تكون وقع عليه شي حاجه خايبه او لا توقع عليه حاجه خايبه. فديك 24 ساعه الاولى اللي هو مختفي فيها، راه هي اللي عندنا فرصه كبيره ديالنا اننا نقلبوا على داك الشخص ونلقاو، وانه ينجو ولا ينجا من داك الشيء الخايب اللي يقدر يوقع عليه. ما عرفتش، انا هذه وجهه النظر ديالي والله اعلم. المهم هادشي كامل ندوزوه نكملوا الحلقه ديالنا. البوليس هنا بقاو كيسولوا العائله ديالها، كيقولوا ربما تكون هربت مع شي شخص، ربما تكون هي ما عجبهاش العيشه معكم ومشات. ولكن هنا العائله ديالها عارفين بنتهم كيفاش التصرفات ديالها، وعارفين بنتهم الاخلاق ديالها، وعارفين بنتهم الشخصيه ديالها والتربيه ديالها ما كتسمحش لها انها تهرب مع شي واحد، فما عندهم حتى مشكل مع بنتهم. وهاد الهضره كامله اللي كيقولوا البوليس ما عندها اساس من الصحه بالنسبه لهم. العائله ديال عابر كانوا متاكدين 100% ان بنتهم واقع عليها شي حاجه خايبه. بالليل واحد جوج دراري كانوا كيتمشاو في ديك الحومانيت، واحد فيهم بانت ليه واحد الميكا في الكحل. مشى قرب ليها هو وصاحبه،
كيقلبوا بانت لهم الميكا كبيره، يعني ماشي ميكا ديال الزبل حاشاكم اللي نقدروا نقولوا راه غير ميكا عاديه، ولكن ديك البلاستيكه كبيره ثارت الانتباه ديالهم. مشاو كيطلوا فيها، بان لهم الدم داير بديك البلاستيكه، واحد شويه ديال الشعر خارج من ديك البلاستيكه. علموا البوليس قالوا لهم راه شنو لقينا وشنو لقينا، ولكن حنا ما متاكدينش واش داكشي اللي شفنا واش الشعر ديال بنادم اولا الشعر ديال شي منكر، ما عرفناش. اجيو باش تشوفوا ديروا خدمتكم، حنا راه ما قدرناش نقلبوا ديك البلاستيكه. وفعلا جاو البوليس ملي قلبوا ديك البلاستيكه لقاو فيها النصف العلوي ديال الجثه ديال شي بنت. البوليس وهما في المسرح ديال الجريمه اولا في المسرح اللي لقاو فيه ديك الجثه، جاهم اتصال واحد اخر باللي الناس كيعلموا ان الكلاب مجموعين على واحد البلاستيكه، تقريبا ديك البلاستيكه بنفس المواصفات ديال البلاستيكه اللي لقاو في البلاصه الاولى، مجموعين على واحد الكلاب وكينبحوا بطريقه هستيريه. هنا ملي قلبوا حتى ديك الميكا الثانيه اللي لقاو فيها الاطراف السفليه من جثه ديال البنت، يعني الكماله ديال الجثه الاولى اللي لقاو. هنا البوليس بداو كيشوفوا بلاغات الاختفاء اللي عندهم، وقارنوا مواصفات ديال الناس اللي عاد جاو حطوا بلاغ اولا قالوا ان البنت ديالهم تختفات، ولقاو للاسف ان مواصفات الجثه اللي تلقات هي نفسها مواصفات ديال البنت عبير. وهنا علموا العائله ديال عبير، واحد من العائله ديالها فعلا تعرف على الجثه واكد ان الجثه هي العبير الصالحي. هنا البوليس بداو كيقلبوا في الوسط ديالها، واش عندها شي اعداء، واش عندها شي مشاكل مع ناس واحد اخرين، ولكن عبير كانت داخله سوق راسها، كانت بنت محبوبه في الوسط ديالها. هنا جا الوقت اللي غادي يعطيو الجثه لعائله عبير، وفعلا سلموهم الجثه باش يدفنوها. تجمع الحي كامل، كانوا بصح حزنانين على عبير، ومشاو باش يدفنوها. هما غاديين بها في النعش اولا في داك النعش كي كنقولوا، نحط لكم التصويره ديالو هنا، هازينها باش يدفنوها. هزوها عائلتها، هزوها حتى واحد الناس اولا واحد الدراري من الجيران ديالها، ومشاو باش يدفنوها الله يرحمها. في هاد الفتره هادي البوليس كان داير خدمته، كان بدا البحث من الحي ديالها ومن المحيط اللي ساكنه فيه. فبداو بواحد مول الحانوت ولقاو عنده كاميرا شاده تقريبا الحي كامل. هنا خداو من عنده التسجيلات ديال الكاميرا اللي التسجيل ديال داك النهار اللي تختفات فيه عابر، ومشاو باش يقلبوه ويشوفوا ربما تبان لهم شي حاجه ماشي هي هذيك في داك التسجيل. ولقاو ان عبير في النهار بالضبط اللي تختفات فيه جات من الجامعه وداز عند مول الحانوت وخدات من عنده شي حاجه ودخلات العماره ديالهم، وكانت هذيك هي اخر مره تبان. عبير دخلت العماره وما عمرها ما خرجات. فهنا العائله ديالها فين جاو علنوا على الاختفاء ديالها. كيفاش عبير دخلت العماره وعائلتها كيقولوا ما جاتش كاع؟ هنا غادي نشوفوا شنو وقع. البوليس بقاو مركزين على الناس اللي دخلوا وخرجوا من ديك العمارة، ولكن ما دخل وخرج حتى واحد براني، اللي دخل وخرج فقط الناس اللي ساكنين في ديك العمارة. هنا قرر البوليس انهم يبحثوا مع الناس ديال العمارة واحد بواحد، وخلال البحث ديالهم واحد البنيته صغيرة قالت لهم انا شفت عابر جرها واحد السيد اللي هو جارهم ديال عابر ساكن تحت منهم، جرها ودخلها عنده للدار وسد الباب بالزربه. البنيته باقا صغيره، ولكن واخا باقا صغيره خداو الشهاده ديالها على محمل الجد. هنا البوليس رجعوا عند مول الحانوت سولوه، قالوا ليه واش نهار الاختفاء ديال عابر واش بانت لك شي حاجه غريبه من صحاب العماره اولا السكان ديال العماره؟ هنا مول الحانوت بقى ساكت وكيفكر شويه، قال لهم حاجه وحده اللي جاتني في شي شكل داك النهار. هاد الناس اللي ساكنين في الشقه الفلان فلانيه، اي الجيران اللي تحت من الدار ديال عابر، راه جاو واحد فيهم جا تسخر خدا منظفات بزاف، خدا بزاف المنظفات، يعني واحد الكميه اللي كبيره اللي تقدر تسيق العماره كامله لمده ديال 3 شهور ولا 4 شهور. هاد السكان هادو اللي خداو هاد المنظفات هما نفسهم اولا الدار نفسها اللي قالت لبنيته انها شافت عابر دخلها الجار بزز منها لديك الدار. البوليس هنا عاودوا رجعوا الكاميرات باش يزيدوا يفيريفيو ويشوفوا ربما ما شافوش شي حاجه ماشي هي هذيك. ملي بقاو مركزين في الكاميرا بانت لهم ان السكان ديال ديك الدار خرجوا مفرقين على 2 مرات. خرج واحد فيهم هاز واحد الميكا كحله كبيره
بنفس المواصفات اللي تلقات فيها الجثه ديال عابر، عاوتاني شويه وخرج واحد اخر اولا شخص واحد اخر هاز عاوتاني ميكا واحده اخرى بنفس المواصفات ديال البلاستيكه اللي تلقات فيها الكماله ديال الجثه ديال عابر. هنا البوليس مشاو اوتوماتيكمون عندهم وعرفوا ان عندهم يد في هذه الجريمه هذه. البوليس دخل واعتقل هاد الاسره اللي كانت متكونه من 7 ديال الافراد، الام وثلاثه ديال ولادها وثلاثه ديال بناتها. وملي كيقلبوا الدار لقاو الدار كتشعل نقيه لواحد الدرجه ما كتصورش، والريحه ديال المنظفات مجهده بزاف، يعني ما عندهمش شي اثر او ما مخليين شي اثر او شي دليل اللي يقدروا يشدوهم البوليس منه. دابا ركزوا معايا مزيان باش تعرفوا شنو وقع. في شوتنبير في 2017 الجار ديال عابر اللي كان ساكن تحت منها كان حاط عينو على عابر، وكان واحد النهار واقف كيتسناها حتى جات من الجامعه. وقفها قال لها راه كتعجبيني وحقا ما حقا بغيت ندير معاك علاقه. هنا عابر قالت له اسمح لي انا ما كنفكرش ندير شي علاقه، وزيدون راه انت كبر مني ب10 سنين. هنا السيد قال لها لا انا باغي نتزوج بك، ولكن غير حكا ما حكا نديروا انا وياك علاقه باش نتعرفوا على بعضياتنا وهكا نقدروا نتزوجوا من بعد. هنا عابر عاوتاني رفضاتو بطريقه اللي مزيانه، قالت له اسمح لي انا راه ما كنفكرش في الزواج، ولا نفكر في الزواج راه ما بغيش نتزوج بك. قال لها لا، هنا زير عليها وشدها من يدها قال لها لا انا باغيك وانا باغيك. دفعاتو وقالت له ولو تبقى انت اخر راجل في الدنيا ما عمرني غادي نتزوجك. هنا السيد حقد عليها مزيان، ومن هنا بدات كتجي الفكره ديال انه ينتقم منها. دخل بحالاتو للدار ومشاش على التلفازه وبقى كيتفرج في الافلام ديال القتيله وكيفاش يخبي جثه وكيفاش يخفي الدلائل وما يخلي حتى دليل من وراه. الجار هذا بقى اشهر واشهر وهو كيخطط كيفاش ينفذ الجريمه ديالو، حتى وصل النهار اللي غادي ينفذ فيه الجريمه. هنا وقف كيتسنى عبير حتى جات من الكليه ديالها، هي طالعه ويشدها قال لها بغيت نهضر معاك. هي جاوباتو زعما بلا باقه، قالت له سمح لي راه ماما كتسناني خصني نمشي. حنا طراسه غاده هو يجرها بزز ودخلها للدار. هاد اللقطه هذه بالضبط فين شافتو البنيته الصغيره. هنا ملي دخلها جبد دموس وبدا كيضرب فيها 47 طعنه حتى تاكد انها بصح ماتت. الجار هنايا عيط على العائله ديالو قال لهم بغيتكم ضروري اجي ومحتاجكم، وفعلا جاو. ملي جاو حطهم امام الامر الواقع، انا نفذت هذه الجريمه وبغيتكم تعاونوني باش نخبي الدلائل وما نخلي حتى حاجه من ورايا تبين انني هو مول هذه الجريمه. هنا العائله بغاو يحميو الابن ديالهم، فهذا علاش قرروا انهم غادي يعاونوه في اخفاء الجثه. فتقسموا كل واحد شنو مشى يدير. كاين اللي هبط مشى باش يجيب المنظفات باش يسيقوا داكشي، هي هذيك تجمعوا على البنت قطعوها جمعوها في البلاستيكات. النص هبط باش يرمي هذاك الجثه ديال البنت، والنص الاخر بقى باش ينظف الشقه. للإشارة أن الجثة ديال عابر قسموها بمنشار، المنشار العادي اللي كنقطعو به هو باش قسموا الجثة ديال عابر الله يرحمه. تعقلوا في الاول ديال القصه ملي قلت لكم النعش ديال عابر ملي كانوا غاديين باش يدفنوه، هزوه شي جيران وهزوه حتى العائله ديال عابر. هادوك الجيران اللي هزوا النعش وداو عابر باش يدفنوها هما نفسهم اللي قطعوا الجثه ديالها ونفسه الشخص اللي قتل عابر. هذا هو المعنى الحقيقي ديال المثل اللي كيقول قتل الميت ومشي في كنازته. هذا قتلوها ومشاو في كنازها ومشاو دفنوها. البشاعه ديال هاد الجريمه خلات الشعب الجزائري يطالب بالقصاص، وكانوا المتهمين ملي كيكونوا غاديين للمحكمه كانت كتكون عليهم واحد الحراسه كبيره بزاف، حيت الشعب كان ثار ضد هاد المجرمين هادو وكانوا خايفين انهم يقتلوهم وهما غاديين في الطريق للمحكمه. هنا المحكمه حكمات على المتهم اللي قتل عابر بالمؤبد، اما الام ديالو والاخوه ديالو فالحكم ديالهم كان سري، يعني المحكمه ما صرحاتش بالحكم وخلات الحكم سري. هنا كيبقى لكم نتوما القرار، شنو بان لكم؟ واش كنتو محكمات عليهم بالمؤبد ولا يكونوا قل من المؤبد؟ القصه ديالنا هكا كتسالي. ما تنساوش قولوا لي الراي ديالكم في كومونتير، كيفاش جاكم الحكم، واش حكم عادل ولا لا، وشنو استفدتوا من هاد القصه هذه ديال اليوم.
ما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش ليا حتى جيم. السلام عليكم، نتلاقاو في حلقة واحدة أخرى.